شايفين السينابون وحلاوته وجماله؟ شكله بس يفتح النفس، ومقادير مظبوطة احسن بمليون مرة ما هتجيبيه من بره وبتدفعي فيه الشيء الفلاني. فطار ينفع، فطار ينفع عشاء. تابعيني لاخر الفيديو، ولو اول مرة بتشوفيني يلا انزلي اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس، عندنا هنا حاجات حلوة كتير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعالي نعمل مقادير السينابون المظبوط. معايا نص كوباية من اللبن الحليب الدافي، معايا كيس خميرة، معايا معلقة سكر كبيرة، معلقة صغيرة من الخل زي ما انتوا شايفين، وسبتهم لما عملوا فقاقيع معايا شوية علشان اختبر ان الخميرة طلعت مظبوطة. بعد كده نزلت ب2 بيضة بحرارة المطبخ، ونزلت بنص كوباية الا معلقتين من الزبدة، يعني نص كوباية زبدة مش كاملة، يعني نص كوباية الا معلقة. قلبت كل المقادير زي ما انتوا شايفين معايا بالطريقة دي، ونزلت بورقة من الفانيليا. بعد كده نزلت بكوبايتين من الدقيق المنخول وذرة صغيرة من الملح. زي ما انتوا شايفين دي المقادير المظبوطة بتاعت السينابون اللي هيطلع معاكي هش وخفيف وطعمه تحفة جدا جدا. جربوا الطريقة دي وان شاء الله تعتمدوها وتبقى معاكم زي الفل. لميت العجينة كده بايديا، انا ما ضفتش اي نوع سائل او دقيق، يعني ما ضفتش ولا دقيق ولا سمنة ولا لبن. العجينة زي ما انتوا شايفين طلعت معايا مظبوطة بالملي، واتلمت معايا في ايديا زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وغطيتها بفوطة نظيفة وسبتها في الفرن علشان تخمر معايا، وما سبتهاش كمان كتير لاننا كنا مستعجلين وعايزين ناكل حاجة حلوة. زي ما انتوا شايفين خمرت معايا، بس انا ما سبتهاش كتير، هي نص ساعة او 3/4 ساعة. وبعد كده بدأت ان انا اعجنها زي ما انتوا شايفين معايا بالطريقة دي. فردتها كده مربع كبير او مستطيل، وجبت مكعب من الزبدة، ما تكونش الزبدة جامدة معايا. لخبطت بقى معلقة كبيرة من القرفة، معلقة من الكاكاو الخام، معلقة من السكر العادي جدا، بس ايه، اختاري نوع سكر يكون ناعم شوية. فردت زي ما انتوا شايفين العجينة وفوقيها قطعة الزبدة، ورشيت معايا القرفة والسكر والكاكاو الخام. عملتها رول كده زي ما انتوا شايفين، وبدأت ان انا اقطعها بقطعة من الخيط زي ما انتوا شايفين كده، بتطلع مظبوطة معاكي. اوعي تقطعيها بالسكينة، بفتلة الخيط، وهتقطعيها كده قد بعض بحيث ان هما يطلعوا قد بعض. سبتها برضو وغطيتها بالفوطة تتخمر شوية، وظبطت الفرن على درجة 180 ودخلتها الفرن، وحضرت الكريمة اللي انت هتحطيها على الوش. حطيت شوية من اللبن الحليب، مكعبين من الزبدة، معلقة من السكر، 3 قطع من الجبنة النستون، معلقتين كبار من اللبن البودرة، وضربتهم زي ما انتوا شايفين بالهاند بلندر. وبقى الخليط معايا زي ما انتوا شايفين كده ملمسه حلو جدا وتقيل. طلع معايا السينابون بالمنظر اللي انتوا شايفينه دون. قد ايه مظبوط، قد ايه هش، قد ايه تحفة جدا جدا. بنفس المقادير دي ما تغيريش فيها اي حاجة. وان شاء الله اشوف رأيك في الكومنتات، رأيك اللي هيسعدني لما تجربي المقادير دي، وان شاء الله تكون طريقة معتمدة وناجحة معاكي. طلع معايا السينابون كده، ورشيت عليه الصوص التحفة دون. هتسيبيه شوية في التلاجة، وبعد كده رشيته اول ما طلع معايا من الفرن، سبته هدا شوية، وشوية شاي بلبن بقى، وكلي احلى سينابون هتاكليه باذن الله. حاجة كده خطيرة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتكونوا هتنفذوا ان شاء الله بعد ما تشوفوا الفيديو ده تروحي تعملي احلى سينابون. باي باي.